زي ما في نجوم في الكوره ونجوم في التمثيل، في برضه نجوم في الشغل. فلو عايز تعرف الفرق ما بين الموظف العادي والموظف النجم، كمل معايا الفيديو للاخر. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. تعالى بقى اما اقول لك على 7 حاجات تميز الموظف النجم عن اي موظف. اول حاجه المبادره. الموظف العادي بيعتبر ان المبادره اخر حاجه ممكن يفكر فيه، هو ماشي مبدا يا عم وانا مالي بدل ما يلبسوها لي. اما الموظف النجم فدايما بيدور على الفرص وعنده حماس يبدا اي حاجه. وعلى فكره المديرين دايما بيدوروا على الصفه دي في اي موظف جديد. وفي فرق كبير بين حماس محسوب وحماس يلبس في حيط، وده الموظف النجم بيبقى فاهمه كويس. تاني حاجه العلاقات. الموظف العادي بيبقى شايف ان العلاقات في الهزار والنكت وهناكل ايه النهارده. اما الموظف النجم فبيضحك ويهزر برضه، بس اولوياته دايما في علاقاته اللي هتضيف له ولخبرته ولمعلوماته. ثالث حاجه هي اداره الذات. الموظف العادي بيبقى شايف ان اداره الذات جوه الشغل هي تايم مانجمنت، يعني يعمل الشغل المطلوب على وقت الشغل. لكن الموظف النجم بيشوف ان فوق تنظيم وقته جوه الشغل، في وقت مهم يشتغل فيه على تطوير نفسه، وده اللي بيزود قيمته جوه شركته، وده كمان اللي بيخليه عنده مرونه اكتر من الشخص العادي، وده اللي بتدور عليه اي شركه. رابع حاجه الفيجن او الرؤيه. الموظف العادي ما عندوش رؤيه، صحيح انه بيبقى عارف رؤيه شركته لكن ما بيعملش غير المطلوب منه. لكن الموظف النجم عنده رؤيته وفاهم كويس رؤيه شركته وبينفذها، ده يمكن كمان يبقى متوقع التغيرات لانه قاري السوق اللي حواليه. خامس حاجه الليدرشيب او القياده. الموظف العادي بيبقى فاهم ان القياده عباره عن اوامر وفرض سيطرته على اللي تحته، اما الموظف النجم فبيشتغل ويخلي كل اللي تحته يعملوا اللي هو عايزه وبمزاجه. سادس حاجه روح الفريق. الموظف العادي بيكتفي انه يعمل الدور المطلوب منه لو في تيم، وما بيسالش بعد كده ايه اللي حصل في التيم بتاعه. اما الموظف النجم مقتنع تماما بالمشاركه وبالبرين ستورم، واول واحد بينفذ اللي اتفقوا عليه. سابع حاجه البرزنتيشن. الموظف العادي بيدي الشو اول اهتماماته، وفاكر انه يقدر يشد انتباه اللي فوقه بالميتينجز والايميلات الرايحه واللي جايه، وفي الاخر مفيش نتيجه. اما الموظف النجم عارف قيمه المهاره دي كويس، وعارف انها مهمه لشهرته لكن مش اول اهتماماته، يعني من الاخر بيعرف يستخدم المهاره دي في الوقت اللي اتعلم فيه من موقفه. وبس يا سيدي، زي ما شفت كده مفيش حاجه بياخدها الموظف النجم فبيتميزوا عن غيره خالص. كل الموظفين عندهم نفس الانبوتس او المعطيات، بس الفرق هم بيتصرفوا ازاي. من الاخر كده مفيش نجاح ونجوميه وفلوس هتجيلك في شغلك غير بالتعب والحفرقه، ولا انت شايف ايه؟ ما تنساش بقى تقول لي في الكومنتس بتعمل ايه من ال7 حاجات اللي كلمتك عليهم النهارده، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.